الله ابو عامر. صباح النورات. طبعا انا اخوي خالد ازعجتوني ليش؟ لسبب مضطر اني اتابعكم كل يوم. كيف؟ ومضطر اني اتابع الكوكبه الممتازه من الاخوان الاعلاميين والقياديين والرياضيين. التمتع بالهراء والمتناقضات والاراء الشخصيه والفنيه. بس على كل حال موضوع اقتصادي هذا سبق وناقشته مع الاخوان. نعم. طبيعه الحال موضوع اللي انا بكل امانه اخوي خالد والرئيس العام، انا من اشد المعجبين بشخصيتين اعلاميات. صحيح الاخ صالح الاخ محمد خيري سالني ذاك السنه ذيك البطوله بالذات، ولكن انا من المتابعين ما كان اتابع صحفيين كانوا لي خارج نطاق دوله الامارات، اللي هو الاستاذ صالح حمادي والرميحي اللي كان في الرياضيه، والرميحي كان في جريده الصقر. وعلى اساس انا كنت متابع جيد لهم، ولكن ما شد مضاعي جدا. كنت في فتره من الفترات كنت ابحث، لاني اسافر كثير خارج بحكم العمل، كنت ابحث عن الصحفي اللي سرد قصه الطرد اللي بيني وبين ماجد. وجمت كثير في مجال الاعلامي من خلال ان ادعي علي او قيل اني انا شتمت ماجد، رغم اني انا اعرف شخصيا بحكم اني لعبت مع ماجد اكثر من بطولات من 82 لغايه 90 على 4 بطولات خليج، تصفيات كاس عالم، اسياد الى اخر. كنا محل تنافس شريف لان ماجد شخصيه تستحق الاحترام، وواجب علينا حكم انه رجل هادئ جدا وهداف وممتع ومسالم ايضا، مسالم مو مثل ما قال الاخوان نوت اجريسيف، ولكن ممتع في التهديف، ولكن غير مقاتل مع المدافعين. فلذلك يستحق نجم احترام، واعتقد له قاعده جماهيريه كبيره وعلى راسه انا اولهم، لان انا صديق شخصي وايضا لاعب منافس جميل جدا وممتع. ولكن ما حصل للامانه. انا كنت ابحث عن الصحفي اللي سرد هذه القصه الغير صحيحه، وكنت اتمنى ما يكون الاستاذ صالح حماد. كنت اتمنى بكل امانه. تسمعني اخوي خالد؟ الو؟ نعم. اي انا كنت اتمنى ليش؟ لانهم معجبين باخي صالح. فلذلك اللي حصل بكل امانه ان هي كان صحيح مثل ما ذكر اخوي محمد خيري، عباره عن دفعه بسيطه من الخلف، حيث كانت من الكورنر، حيث كان المدافع الحكم الامريكي من خلفنا شاهدها. انا لمحت الحكم سقط، في دفع صحيح في الرقبه، وانا ضوء هذا سقط تم الطرد. ولكن لا يجوز لي انا ولا غيري ان نشتم بعضنا البعض. احنا اخلاقنا ما تسمح لنا نشتم، احنا صغار وروح التنافس موجوده. وكنت اتمنى من الاخ صالح هو استاذي انه ما يقول التمثيل هي ليست جزء شريف من اللعبه، لا، التمثيل جزء شريف جدا. السقوط البلنتي جزء من اللعبه، اي حركه تفيدك الفريق جزء من اللعبه، ولذلك وضع قانون لحد من التمثيل او حد من خطوره اللعبه. اذا اللعبه من مجملها مش تعصب لفريق على فريق، ولكن يجب ان تمتاز اللعبه جمالها بالتمثيل، جمالها بالخداع، جمالها بالمهاره، جمالها بالمتعه. اذا هذه لعبه قدم، لعبه منافسه تتطرق لجميع اساليب اللعب. ولذلك للامانه انا اليوم بالذات مرتاح جدا، كون ان وجدت ان الحقيقه بانت، لاني هجمت كثيرا. يعني لو اتمنى الاخ صالح اخوي واستاذي وزميلي انا معجب فيه جدا يظهر على النت ويشوف ماذا تكتب القاعده الجماهيريه النصراويه عن مبارك غانم، عن الواقع كيف شتم امه، وانا اعرف تماما ان ماجد يتيم الوالده ويتيم الام بالامانه. اسمعني معي؟ معاك يا ابو عامر. اي انا اعرف ان ماجد من زمان يتيم الام، انا متاكد من هالكلام انه يتيم. فكيف اشتم امه واشتمها؟ انا ما اعرف عنده اخوات ولا ما عنده. انا ماجد فرض علي احترامه، ولكن وجه المنافسه هي قضيه ما تطرح، ولكن للحقيقه روح التنافس موجود. اللي حصل وللعلم الاستاذ صالح او للجميع بعد انتهاء المباراه من حسن وذوق واتاب ماجد جانا الفندق، نحن مقابلين الفندق المنتخب السعودي، وكل ادب وتصالح مع الجماعه. كنا على العشاء، شوف ذوق ماجد والمنتخب السعودي. جينا الفندق وجلسنا مع بعض وتعشينا بعد المباراه، رقم ان هذه المباراه كان تبعث المنتخب السعودي، يعني تبعث
تضاعف حضورهم في التأهل. هذا نحن دول الخليج منافسة في الملعب وخارج الملعب نبدأ اخوان، لا نتطرق الامهات، لا نتطرق الى الاسر، لا نتطرق الوطن، نبقى في ضمن اطار اللعبة، ضمن اطار التنافس، ضمن اطار حقوق اللعبة وقانونها ليس خارجها. في التحايل هو رمز اللعبة، وفي التنافس والمهارة هي فن اللعبة، في التسجيل متعة وفرحة للجمهور المساند للعبة. إذا نحن في كل الإطار هذا نبقى متنافسين. وأنا صراحة اليوم مرتاح جدا لأن وجدت صدى أن أعرف أن هذه واقعة حدثت، ولم يكون بيني وبين ماجد أي ألف بذيء حصل أبدا، ولن يكون لا كان ولا هيكون، لا بيني وبين ماجد ولا أتمنى بالتمثيل الأجريسيف، اللعب العنيف. هذا من ضمن اللعبة اللي شرحها القانون ووضع حدود للزايد فيها. وشكرا على هذا، أتمنى التوفيق للجميع. شكرا لك.